من عرف شخص وانتم معروفين، ولكن الصور من عندي انا بالكويت والجيات قليله يعني. وابو محمد يستاهل والله كل خير، العوامر تستاهلون كل خير. وابو محمد مواقفه مشرفه معنا والامانه. اتصاله كان لي في قصيده الشيخ محمد بن زايد وانتشرت خلت انتشار واسع ولله الحمد، ويستاهل ابو خالد. واتصل بي ابو محمد والله اني فرحت اني بغيت انزل من السياره واضرب له تحيه، بس قلت خاف اني اندم عاد بتصير مشكله. فهذه القصيده واسمحوا لنا على القصور، يقول: يا راسي المطنوخ في كل هيا جيب الشعر بحروفها الابجديه، اليوم يومك يا رقيب العزاوي، خلى القصيد يوزن الجاذبيه، ومدام اول جية للامارات ومن بعد حكام البلاد الابيه، سلام مني يا رجال العوامر يا اهل المواقف والكفوف النديه. سلام مني يا رجال العوامر يا اهل المواقف والكفوف النديه، سلام نصفه من حليب الغبيشه، الناقه اللي تقهر المهمهيه، حليبها اول سنه يوم درت ومن تحتها بكره ولا هي لقيه، جيت ولقيت بدار زايد نشامه، رجال في درب المواقف سويه، وانا لفيت من الكويت الحبيبه، ما اسمع الا قول مرحب وحيه يا ابن العوامر، قلتها في صراحه وما هو ريا يوم ارسل الشاعريه، انتم زبون الكايده والمجله وانتم عطاياكم كبار غنيه، يا ابن العوامر فيكم رجال واجد، يا ابن العوامر فيكم رجال واجد، وله قصور في رجال الحميه، لكن انا يا ناس شفت اللي شفته، رجل زرع للطيب بالجر هديه، لكن انا يا ناس شفت اللي شفته، رجل زرع طيبه على الجر هديه، رجل تنومس به جميع القبائل من العين للجهره وبقصى الحويه، رجل تنومس به جميع القبائل من العين للجهره وبقصى الحويه، سعيد بن لوتيه ابو محمد اللي عليه تفرع العامريه، سعيد بن لوتيه ابو محمد اللي عليه تفرع العامريه، له في دروب المرجله صيت عالي والعامري صيته من الجاهليه، اقولها وانا نظمت القصيده كتبتها على مشارف طويه وسلامتكم. تسمحون لنا اقصر العوامر. الله يطول عمرك.